متابعينا الاعزاء مستمعينا الكرام، لا زلنا متواصلين من هنا من ارضيه ميدان رفاش بنيابه حمر الدروع بولايه عبري، وهذه وهذه الجائزه المقدمه من صندوق هذا الميدان. فكل الشكر والتقدير لكل المساهمين في هذا الصندوق، وشكرنا موصول للجنه المنظمه هذا الميدان على كل الجهود التي تبذل دائما وابدا لنجاح هذه السباقات. مباشرة نسير بحضراتكم مع هذا الشوط، وهو يعتبر الشوط الرابع في التعداد العام، والشوط الثاني الخاص بفئة القعدان، مباشرة مع شاهين وعلي بن سعيد الدرعي هو من يتقدم هذه الاسماء. انتقل مباشرة الى ثاني المراكز، وهنا يتواجد مياس حق مطر بن حامد الدرعي. الدور دور المركز الثالث العلي بن سعيد الدرعي، ايضا شاهين. اما على المركز الرابع فالتواجد من قبل مردف لمحمد بن سعيد الدرعي. هذه النتيجة للمراكز الاربعة الاولى المتقدمة. اعود الى الصدارة، اعود الى القيادة. يا الله يا سلام، شاهين يسيطر كل السيطرة على مقدمة الشوط. العلي بن سعيد الدرعي شعار يعرف طريق الانتصارات جيدا، ولكن هناك الخطورة قادمة من قبل مياس المطر بن حامد بن حميد الدرعي، إذن صاحب إنجازات عديدة وصاحب هذا الشكل الطيب وهذا الشكل الجميل. مياس إذن السلالة الصوغانية تجري في عروق مياس المملوك المطر بن حامد الدرعي. بدأ متابعينا الأعزاء، بدأ ينفرد عن بقية المراكز، بدأ يقود هذا المسار إلى حد هذه اللحظات. إذن مياس المطر بن حامد الدرعي غادر أيها الأخوة بالمركز الأول، انفرد عن بقية المراكز بهذا الأداء الجميل، بهذا الأداء المميز، وخط النهاية على بعد أمتار. تهانينا والناموس المطر بن حامد الدرعي بمناسبة هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في هذا الشوط. المركز الثاني العلي بن سعيد الدرعي، والمركز الثالث الشبابي لسليمان بن ناصر الدرعي. فاجانا في الأمتار الأخيرة وانتزع بساط المركز الثالث. تهانينا والناموس لهم جميعا بمناسبة هذا الإنجاز. التوقيت إذن المصاحب لهذا الشوط 2:09 و88 جزء من الثانية. نهني إذن مالك مياس مطر بن حامد الدرعي بمناسبة هذا الإنجاز الكبير.